السلام عليكم ورحمة الله. معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا مبسوط بالتفاعل اللي حصل في الفترة اللي فاتت. الاسبوع اللي فات انا ما كنتش بعمل فيديوهات طويلة، كنت بعمل فيديوهات شورتس كده، بس الصراحة لقيت التفاعل عليها حلو قوي. بحب اشكر اي حد عمل اشتراك في القناة او حط لايك او حتى حط ديسلايك او كتب لي كومنت، انا بشكرك ويا ريت تفضلوا على كده على طول. ولو انت اول مره تتفرج عليا انزل اعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو حط لايك، ولو ما عجبكش الفيديو حط ديسلايك. تكتب لي كومنت تقول لي ايه اللي انا ممكن اغيره او احسن من مستوايا عشان اخد اللايك الجميله بتاعتك. لما نبدا الفيديو صلي على النبي وادعي لي دعوه حلوه من قلبك واكتبها لي تحت في الكومنتات. فكره فيديو النهارده طلبها مني صديقنا مشترك معانا في القناه اسمه ابراهيم طه، وطالبها مني بقاله فتره كبيره، وانا وعدته كذا مره هعمل لك الفيديو، هنزله يوم الاحد، هنزله يوم الاربعاء. والصراحه انا الفيديو ده اتاخرت فيه عليه فمعلش سامحني، بس انا ما كنتش عارف اصوره ازاي. مفيش محلات كتير متخصصه في الحاجه دي، فانا ما كنتش عارف ابدا منين. مجرد ما انا لقيت وعملت فكره حلوه كده من عندي ان احنا ينفع نعمل عليها فيديو. فكره الفيديو هو خاصه بالزلابيه. هو ابراهيم بيحب الزلابيه فنفسه ياكل زلابيه، وهو تقريبا ساكن في ميامي فعايز حد قريب من ميامي. نزلت ولفيت لقيت محلين على البحر اشتريت منهم، وعملت هنا في البيت بقى ام مالك عملت لنا شويه زلابيه عشان نقيم بقى ونعرف انهي احسن حد، تمام ولا بتاعت البيت افضل. طبعا لو هنتكلم في الكميه والاسعار فمثلا ب 10 جنيه في البيت قد كيلو من اللي بيتباع بره. فيلا بينا نبدا كده ونقيم ونشوف ايه الدنيا. اول محل معانا هو اسمه محل الديب او حلواني الديب. ده موجود في ميامي على البحر قبل شارع 45 في وش كافيتيريا البارون. محل صغير كده هتلاقيه في وش كافيتيريا البارون اول ما تدخل على ايدك اليمين. سعر الكيلو عنده عامل 40 جنيه، فاحنا جبنا ربع، الربع عامل 10 جنيه. ده شكل الزلابيه بتاعت الديب. تعالوا ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لحلواني الديب يعني ايه، هي مش مقرمشه قوي ومش طازه قوي، تقريبا معموله من فتره وبعدين شربت العسل بتاعها او كميه العسل فيها مش حلوه. على ما اعتقد ان ممكن نلاقي احسن من كده. تاني حاجه حاولت بقى ان انا اجيب مثلا بالشوكولاته اي طعم تاني، ما لقيتش. هو مفيش غير بالعسل يا اما بالسكر، وهو اللي كان موجود عنده ساعتها بالعسل بس. تعالوا ندخل على المحل التاني. تاني محل معانا هو اسمه اولاد رشيد او رشيد. ده برضو موجود في ميامي على البحر بعديه بشارع او شارعين وانت رايح على خالد بن الوليد. برضو الكيلو عنده عامل 40 جنيه. جبنا ربع ب 10 جنيه. حاولنا برضو نسال عنده عندك بالشوكولاته او عندك باي طعم تاني، مفيش غير بالعسل. هي مشكلتها هنا ان هي محروقه شويه، بس هندوق ونقول راينا يعني. بسم الله. بالنسبه لاولاد رشيد الصراحه طعمها حلو، العسل بتاعها حلو ومش ناشفه ومش مكتومه قوي، يعني ايه كويسه. بس طعم ان هي محروقه شويه ده مديها طعم مر سنه، يعني لو هي مش محروقه كده هيبقى طعمها اجمل من كده، بس دي احسن من الاولانيه. تعالوا بقى نجرب بقى ايه. ام مالك عملت لنا شويه كده في البيت، نجرب بتاعه البيت ونعرف بتاعه البيت احسن. اكيد اي حاجه بنعملها في البيت احسن واوفر مليون مره، بس برضو ربنا بيدي المحلات حته كده ايه عشان ده اكل عيشهم وكده. فهنجرب بتاعه البيت. تالت حاجه معانا بقى بتاعه البيت. مشكله بتاعه البيت في حاجه واحده، في الشكل بتاعها مش بيطلع منتظم، بس مش هناخد بالشكل، هندوق ونقول بسم الله. الصراحه برضو بتاعت البيت حلوه وجميله. العسل بتاعها ما كانش ياما شويه، بس هي في الاجمالي حلوه. لو احنا هنقارن بالسعر اكيد بتاعت البيت هتبقى احسن حاجه. احنا مثلا حطينا تلت كيس دقيق ما يجيش مثلا ب3 جنيه، وكيس خميره بجنيه وشويه عسل، يعني كل ده مثلا ما يجيبش 5 جنيه. عملنا كميه حوالي كيلو. فبالنسبه لي دي حلوه قوي. هنتكلم بقى عن المحلات. بصراحه اولاد رشيد احلى من الديب. هنا مشكلتها ان هي محروقه شويه، يعني لو هي مش محروقه السنه دي وطالعه كده كلها اللون ده هتبقى حلوه، هتبقى احلى من كده. هنا لو زود شويه عسل برضو هتبقى احلى من كده. ده كان فيديو سريع كده، انا مكنتش عارف اعمله ازاي، فاعذرني بقى يا عم ابراهيم. انا جبت لك محلين اهم، جرب اولاد رشيد وقول لي رايك فيه واكتب لي تحت في الكومنتات. ولو انت بقى عايز نجرب من محل بقى، يعني دول كده يعتبر ايه، يعني المحلات الشعبي. في بقى ناس في براندات بتبيع الحاجات دي في علب وحاجات سعرها اغلى من كده واطعمه. لو عايز نجربها اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو انت بتتفرج عليا انزل اعمل اشتراك تحت في القناه، مش هتخسر حاجه يعني. لايك لو عجبك الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.